بعض الأطفال باشوفهم يعني بعض الأمهات يعني أبُص ألاقي الطفل يعني ما بيرضعش، حاطط يا دوبك شفايفه كده، لأ ما فيش شفايف، أنا ما بادوقش، أنا لازم تكون الفم كله طابق على الحلمة والهالة السودا اللي حوالين الحلمة بتاعة الثدي، لازم يكون كل الفم طابق عليها، كلها في بُقه، كل دي موجودة في الفم بتاعه. الدقن طبعا بتاعة الرضيع بتكون لامسة الثدي بتاعة الأم. دي أوضاع للرضاعة اللي هي الطبيعية. طب بعد ما بيرضع بعمل إيه؟ أشيله على كتفي نص الرضعة، طبعا لازم يرضع من الصدرين في كل رضعة يفضل، إلا لو كان في عوائق هنتكلم عنها برضو بعدين في هذا الفيديو برضو إن شاء الله. لو في عوائق بس فقط لا غير، انما ما فيش عوائق يبقى لازم يرضع من الناحيتين في كل رضعه. في نص الرضعه بشيله، بدلك على ظهره لحد ما بيتقرع، وبعد كده بروح مرجعاه على الصدر الثاني لحد ما يقرع، لحد ما يخلص الرضعه بتاعته. خلص الرضعه بتاعته وفي مؤشرات معينه ان هو شبع الطفل بالنسبه ليها، يعني خلاص كده تمام، تلقائي كده بيروح سايب الصدر ويبدا يلعب بقى بيه، يعني الحسو يعمله مش عارف ايه، يعني خلاص مش في دماغه، يعني يبقى تلقائي ان هو هيسيب الصدر بتاعه ده شبع من الرضعه، هينام. في اطفال امهات بتقول لي في نص الرضع احيانا بينام، لا ما ينفعش الكلام ده، لازم يرضع، بس هصحه، بلمس على خده كده ان انا اصحصحه دايما بحيث ان هو يعني يركز معايا في عمليه الرضاعه. انما شبع طفلي وخد وجبته كويس جدا من الصدرين في الرضعه، يبقى هيسيب صدر تلقائي وهيبدا بقى ينام، وينام نوم عميق وباسترخاء ومن غير ما يعيط. في بعض الامهات كتير يعني الحقيقه سالوني السؤال ده، هل ممكن يا دكتور ان لبن الام ان انا احتفظ بيه عشان اديه لطفلي في وقت لاحق؟ انا حاسه ان لبني كتير وهو رضع الحمد لله وشبع وينام بعد الرضع وكل حاجه، بس برضه لسه عندي لبن كتير، فانا بستخسر اللبن ده، فممكن انا اخزنه مثلا ولا حاجه واحطه في مكان بحيث ان انا لو رحت مثلا او خرجت او كنت عند ضيوف او الكلام ده كله ممكن اديهوله مثلا عن طريق البطرونه ولا حاجه. هو طبعا ممكن، لان هو ممكن اللبن بيتم الاحتفاظ بيه في الثلاجه لمده 48 ساعه، في الثلاجه تحت 48 ساعه، وممكن ان هو يتجمد كمان يا جماعه لمده 6 شهور، يتجمد لمده 6 شهور ده اللبن. طيب انا بطلع اللبن بايه؟ طبعا هو فيه طبعا التعصير اليدوي ولا كنتش افضله يعني، وفي التعصير اللي هو الميكانيكي او الكهربائي اللي هي الاجهزه اللي طالعه دي، طبعا دي يفضل منها لان هي تشفط اللبن سليم، وبتحطيه طبعا في عبوه مخصوصه لكده، وبيبدا تحتفظ بيه في الثلاجه بقول لحضرتك لمده 48 ساعه، وممكن تديهوله بعد كده. طب هديهوله بقى ساعه كده ولا ايه؟ لا، بعمل يا جماعه حمام ميه دافي مش سخن، خلي بالكم من دافي، يعني حضرتك كده حطيت صباعك فيه لقيت الميه دافيه، بحط اللبن ده في حمام ماء دافي. طب ليه مش سخن مثلا يا دكتور؟ عشان السخونه دي بتكسر البروتين اللي موجود في اللبن بمنتهى البساطه، فيبقى بحطها في حمام ميه دافيه. بعد فتره 5 دقائق 10 دقائق بعد كده الام بتشوف على ظهر ايديها مثلا ولا حاجه، لقت ان اللبن خلاص زي دمع العين كده، درجه الحراره بتاعته مناسبه بالنسبه لطفلها، بتبدا تديله الرضاعه دي بالهنا والشفا. ما تنسيش بس حضرتك وانت حاطه اللبن بتاعك في برونتو في الحمام الميه الدافيه ان انت بتلفيه كده، بتلفي الببرونه كده كل شويه بالراحه كده، يعني تلفيها كل شويه بس عشان توزيع الميه السخنه دي يتم في الببرونه كلها. وبعد ما تلاقيه خلاص زي دمع العين كده حطيتيه خلاص تبداي رضعي. طيب يا دكتور في استفسار كده،
اعرف منين ان لبني كفايه بالنسبه للرضيع؟ احنا قلنا قبل كده ان هو الرضعه المشبعه اللي بيشبع الطفل بيحصل ايه بعديها؟ بيبدا يسيب الصدر تلقائي ويبدا ينام ويسترخي. يبقى اول حاجه ان هو ايه؟ طفل مرضي، يعني زي ما بيقولوا كده الحمد لله والشكر لله، يعني شبع الايه؟ الطفل بتاعه، فبيترك الايه؟ الثدي تلقائي. يبقى دي اول علامه اللي هي من علامات ايه؟ من علامات كفايه لبني لايه؟ للطفل بتاعي. تاني حاجه الوزن، اشوف طفل بيكتسب وزن ولا لا. اكتساب الوزن ده ازاي يعني؟ 200 جرام في الاسبوع، 200 جرام في الاسبوع اول 4 اشهر من عمر الطفل، من زيرو، من اول الولاده لحد 4 اشهر 200 جرام في الاسبوع. تاني 4 شهور، احنا بنتكلم في السنه الاولى يعني المعادله بتاعتها عشان ايه؟ تحفظيها. تاني 4 شهور 125 جرام في الاسبوع. ثالث 4 شهور في نهايه السنه 60 جرام في الايه؟ في الاسبوع. طفل بيكتسب الاوزان دي يبقى انا كده تمام ولبني بيشبعه وزي الفل. اقل منهم نسب مثلا ما تقل يعني 5% مسموح بيها. لا اقل من كده لا، يبقى ايه؟ نقطه نظام بقى، ونقف هنا ونبدا ايه؟ نتصل بالطبيب بتاعنا ونبدا نتشاور معاه في الايه؟ الموضوع ده. طيب بالنسبه للتبرز، الطفل الشبعان اللي هو اللبن بتاعي تمام يعني بيرضيه، ده المفروض بيتبرز من مره لحد 4 مرات كمان، واحيانا 5 مرات في اليوم، وده يعتبر طبيعي. يعني ما اقولش ان هو عنده اسهال، لا، ما عنده الاسهال ده حاجه تانية خالص، وهنتكلم عنها فيما بعد برضه في موضوع الايه؟ التغذيه، لان هيبقى فيه موضوع هنتكلم عنه اللي هو التغذيه عند الايه؟ عند مرضى الاسهال. اكلهم ايه اللي عندهم اسهال؟ فبيتبرز من 1 ل4 مرات في اليوم. ده الطفل اللي هو الايه؟ شبعان ولبني مكفيه الحمد لله. انما بقى لو اقل من كده، يعني طفل مثلا بالراس اقل من مره، كل يومين مره، ده يبقى عنده امساك، ده يبقى فيه مشكله بقى بالنسبه للطفل وبالنسبه لعمليه الارضاع نفسه. عمليه الارضاع نفسه الخطا عندي، مش الخطا عند طفلي، لا، الخطا عندي انا كأم في عمليه الايه؟ الارضاع بالنسبه لي. في امهات يا جماعه كتير قوي لو صدفتها اي مشكله ولو بسيطه، وانا اعرفهم شخصيا يعني، وممكن يكونوا بيتفرجوا عليا او هيشوفوا الفيديو ده مثلا ولا حاجه، لو صدفتهم اي مشكله في عمليه الرضاع بيستسهلوا قوي عايزين يرضعوا صناعي. انا مش عارف يعني ربنا سبحانه وتعالى مديكي خير مثلا، بس في مشكله عندك انت مش عارفه ترضعي كويس مثلا ولا حاجه، او ما عندكيش صبر، فليه بتلجئي على طول للبن الايه؟ اللبن الصناعي. ما الدكتور محمد اهو شارح لك دلوقتي احنا عندنا لبن السرسوب، وبعد كده اللبن الانتقالي، وبعد كده اللبن والكميات بتاعته وكل حاجه. اصبري على نفسك شويه، انما ما تجيش مثلا بعد اسبوع ولا اسبوعين ولا حاجه تقولي لي لا لبني مش مكفيه. طب على اي اساس؟ طب ممكن انت حضرتك الخطا قبل ما احكم ان انا اذا كنت اديله لبن صناعي ولا لا، لازم الاول اشوف. تعالي ايتها الام مثلا ولا حاجه، حضرتك بترضعي طفلك ازاي؟ بترضعي كده وبعمل صباعي كده وبتاع؟ لا لا، غلط خالص طبعا. بصحح لها المفاهيم، دوري كطبيب مش ان انا اكتب روجيتا، لا، دوري كطبيب ان انا اوعي وافهم الام الاول، لو في اخطاء اعرف منها الاخطاء الاول، بعد بسمع منها. اتفضلي احكي لي، بسمع منها. بعد ما بسمع منها بشوف الكلام اللي هي قالته ده فيه اخطاء ولا ما فيهوش اخطاء. لو في اخطاء صححها، لو صححتها اتحلت المشكله بمنتهى البساطه يعني. ما الجاش بسرعه كده اللي هي عمليه الايه بتاع ده. لو الام اصلا يعني ايه؟ اشتكت للطبيب. ما ممكن للاسف امهات ومثقفات ومتعلمات والحاجات دي كلها، وبرضه بتلجا لجاره وبتلجا يعني حاجات غريبه. يعني احنا 2023 قربت تخلص اهي، كل سنه وانتم طيبين، ولسه برضه بنلجا جارتي دي ما شاء الله عندها 5 عيال وخبره. خبره ايه يعني؟ وبعدين بتقول لي ده جابه روجيتا. طب ما هي بتكشف هي ماما، يعني لو هي خبره صحيح ما كانتش كشفت، ما هي بتوريك روجيتا، بتوريك روجيتا. ثم يعني
مش كل حاجه علاج يا جماعه، العلاج يعني خليه في ادق الحدود بالنسبه للطفل وبالنسبه للام والحاجات دي كلها، لما يكون محتاجه فعلا، مش محتاجه خلاص نقدر نحل فسيولوجي، نقدر نحل طبيعيا يعني زي ما بيقولوا يعني. فشوف الاول الام، بشوف انت بترضعي صح ولا غلط، لا فيها اخطاء بصححها، يبقى كده انا ايه صححت الايه الخطا بتاع الايه بتاعي اول حاجه اللي هو من الام. في اسباب تانية، في اسباب تانية، يبقى احنا قلنا دلوقتي الخطا في الام ممكن النظام الغذائي بتاع الام نفسه ما بيخليش كميه. احنا اتكلمت في بدايه حديثي خالص في الفيديو ده، اتكلمت على اهميه الايه التغذيه بالنسبه للمرضع عشان اوصل للنقطه دي والنقاط اللي هي هتيجي بعد كده. ان لو النظام الغذائي بتاع الام مش مظبوط، ما كميه اللبن واضرار اللبن برضه هتبقى ايه؟ هتبقى قليله. يبقى انا مش باذي نفسي بس، لا ده انا باذي ايه الرضيع بتاعي، وباذي جيبي كمان، لان هضطر الجا للبن الصناعي اللي هي العلبه قد كده بكذا وكذا والحاجات دي كلها وبتاع. ف تاني حاجه بشوفها برضو اللي هي قبل ما الجا للالبان المكمله، ان انا اشوف النظام الغذائي بتاع الام سالها، بس ما تكونش الام بيبان عليها، يعني مش هتقول لي انا باكل الصبح خروف والظهر لا مؤاخذه معزه وبالليل مش عارف ايه، وهي لونها بهتان، يعني ما هيبان عليها. فيعني ايه، لا هتتكلمي بصراحه معايا يعني، لان هفهمك انا كطبيب، هفهم اذا كان كلام حضرتك مظبوط ولا بتبالغي شويه، او بتقولي لي ماليش نفس او الحاجات دي كلها، ماشي قولي لي، بس برضه حتى لو مالكيش شهيه هيبقى ليها علاج برضه المواضيع دي. ممكن تكون في عيوب في الطفل نفسه، ما في اطفال بيكون عندهم تايتانج، بيكون عندهم لسانهم مربوط، واحد عنده شفه ارنبيه، واحد عنده مشكله بتبقى في عيب خلقي في كل دي عيوب خلقيه، فالعيوب الخلقيه بنسب الطفل، فبرضه مش هتخليه يرضع كويس. فانا برضه زي ما بسال الام اولا، ما هي الام داخله لي هي وطفلها مثلا عيادتي مستشفيات الحاجات دي كلها، ايه المشكله؟ فبتقول لي مثلا اللبن وعايزه اجيب له لبن صناعي، فابدا اتكلم معاها كأم، كلميني عن نفسك الاول، اتكلمت عن نفسك لقيت في مشاكل، صلحت لها المشاكل، وبعد كده ابدا اشوف الايه، بشوف الطفل. شفت الطفل لقيت لسانه مربوط، دي لي برضو ايه مشكله. شفت الطفل لقيت شفه ارنبيه، دي لي مشكله. في امهات كمان مثلا تقول لي انا بستعمل حبوب منع الحمل، يعني مش عايزه اولد عليه وكده، احمل عليه، فبستعمل حبوب منع الحمل. لا حضرتك، حبوب منع الحمل من الحاجات اللي هي بتقلل اضرار اللبن، فلو سمحتي غيري الوسيله، عندك وسائل اخرى امنه وملهاش تاثير على اضرار طيب يا دكتور، في موضوع برضو مهم قوي، هل في مشاكل بالنسبه للرضاعه الطبيعيه؟ طبعا في مشاكل في الرضاعه الطبيعيه، في مشاكل متعلقه بالام، وفي مشاكل اللي هي المرضع، وفي مشاكل متعلقه بالرضيعه. ايه هي بقى المشاكل دي؟ ده ان شاء الله هنعرفه في الفيديو القادم ان شاء الله على خير. ارجو ان احنا نكون نركز قوي في الكلام اللي قلناه ده، ونحاول ننشره لاكبر عدد ممكن من حديث الامهات الحديثه والله، وحتى الامهات اللي هي ولدت قبل كده اكتر من مره، عشان بس الفايده ايه تنتشر. لا اريد منكم جزاء ولا شكورا، اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.